كتير جدا من الناس بيشوفوا قشرة الشعر يعني على انها حاجة بسيطة، مجرد منظر طبعا ما بيكونش ظريف، يعني نازله القشرة كده على الملابس، على الجاكيت، على اي لبس بالنسبة للرجالة والستات، او حكة عمال يهرش على طول يعني فيها. انما الحقيقة ان في مرض جلدي اسمه التهاب الجلد الدهني او سيبوريك ديرماتيتس. سيبوريك ديرماتيتس ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، ده مرض مزمن معقد، بيظهر في اعمار مختلفة الاعمار والاسباب مختلفة. كل مرحلة عمرية ليها الاسباب بتاعتها اللي بتخليه يظهر فيها. في الفيديو ده ان شاء الله هفصفصهولك يعني زي ما بيقولوا، بس باسلوب بسيط علمي وبسيط. ايه اللي بيحصل جوه الجلد؟ ليه بيظهر في الرضع؟ ليه بيظهر في الشباب، في المراهقين وكبار السن؟ وازاي نقدر نتحكم فيه بالعلاجات الحديثة؟ جلدنا طبيعي فيه بيكون عايش فيه فطر اسمه الملاسيزيا. الفطر ده بيعيش عادي عند معظم الناس من غير اي مشاكل، لكن في ظروف معينة بتخلي، هنتكلم عنها دلوقتي، بتخلي الفطر ده بيكسر الدهون اللي هي بتفرزها الغدد الدهنية. ما يكسر الدهون اللي بتفرزها الغدد الدهنية بيطلع ايه؟ بيطلع احماض دهنية مهيجة، هي اللي بتسبب الالتهاب والاحمرار والقشور اللي موجودة او اللي بتظهر عند المريض. مشكلة ان الجهاز المناعي احيانا بيتعامل معاه بشكل مبالغ فيه، يعني بيهاجم الجلد اكتر من اللازم، فبيظهر الاحمرار والقشور الدهنية والحكة. يعني الموضوع مش موضوع وجود الفطر بس وخلاص، لكن استجابة جهاز المناعة المبالغ فيها هي اللي بتعمل الاعراض اللي انا قلتها دلوقتي. نتكلم الاول على الاعمار اللي بيظهر فيها السيبوريك ديرماتيتس ده. هنتكلم الاول على الرضع. بيظهر غالبا في الرضع من بعد الولاده لحد في اول 3 شهور يعني من عمر الطفل. ايه السبب في الحاله دي؟ السبب ان هي بتكون هرمونات الام اللي هي الاندروجين دي بتنشط الغدد الدهنيه عند الطفل، بتنشطها مؤقتا. هي بتظهر على اساس على شكل قشور كده، قشر سميك شويه على فروه الراس، يعني اصفر على اخضر كده اللون بتاعها، ودي بنسميها الكرادل كاب. بتبدا بقى تدريجيا تقل الهرمونات ديت في عمر الطفل كل ما يكبر شويه، لحد غالبا تختفي عند عمر سنه. طيب المرحله الثانيه اللي بتظهر فيها بقى اللي هي مرحله اتكلمنا عن الرضع خلاص، مرحله الشباب وسن المراهقه، يعني تقريبا في سن من 18 كده لحد 35 و40 سنه بالكتير قوي. يعني دي اكتر فتره الحقيقه بتكون منتشر جدا، او اكتر فتره شيوعا للمرض. يا ترى ايه السبب؟ السبب طبعا بيكون نشاط الغدد الدهنيه بيكون في اقصى درجاته، عشان بتسببها هرمونات البلوغ. الذكور بيتاثروا اكتر من الاناث لان عندهم الاندروجين ده بيكون اعلى. ده بالنسبه لفتره الشباب والمراهقين. طيب نيجي بقى للمرحله الثالثه اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي كبار السن واصحاب المناعات الضعيفه، الناس اللي مناعتهم ضعيفه، مش بسبب زياده الدهون قد ما هو بسبب ضعف جهاز المناعي عندهم. فالفطر اللي هو الملاسيزيا ده بيتكاثر وبينطلق بقى انطلاقه، يعني بينتشر جامد جدا، يعني بينطلق، يعني مفيش حاجه بتوقفه. جهاز المناعه بتاعه ضعيف، وهنشوف الاسباب بتاعته فبيؤدي طبعا الى التهابات كبيره، والحكه والحمار اللي احنا بنشوفه عند الحالات دي. مثلا يعني مرضى مثلا ضعف المناعه زي باركنسونيزم، زي الايدز، زي الناس اللي بتاخد حتى ادويه بتكون بتثبط جهاز المناعه شويه،
يعني حد مثلا زارع عضو من اعضاء الجسم، زارع قلب، زارع كليه، حاجات من هذا القبيل، برضو الحاجات دي بياخدوا ادويه طبعا بتقلل المناعه او بتهبط المناعه جامد، فده غالبا بيظهر عند الفئه دي من اصحاب المناعه الضعيفه. حد بياخد كورتيزون لفتره طويله لاي سبب من الامراض، مرضى السكر، مرضى الضغط، برضو الجهاز المناعي بيكون عندهم ضعيف، فبتظهر عندهم اكتر في الفئه العمريه دي. الخلاصه ان كل مرحله عمريه زي ما قلنا بيكون ليها السبب بتاعها المختلف. قلنا الرضع عشان هرمونات الاندروجين اللي هي عند الام، وبتنتقل طبعا للرضيع وكده، وما بتبدا النشاط بتاعها يقل بيبدا يختفي. عند مرحله الشباب وبدايه الرجوله كده بيكون نشاط زايد طبعا للغدد الدهنيه نتيجه هرمونات البلوغ. عند كبار السن نتيجه ضعف المناعه. بعض الاحيان بيحصل يعني لغط كده ما بينه وما بين مرض الصدفيه، ولكن الصدفيه يا جماعه الحقيقه بتكون القشور بتاعها سميكه ولونها سيلفر فضي كده، وهنشوف دلوقتي صور للصدفيه. نيجي بقى العلاج ليه علاج هنتكلم عنه دلوقتي. احنا اتكلمنا على اساس ان هو فطر، فبنستعمل طبعا شامبوهات مضاده للفطريات اللي هي الماده الفعاله بتاعتها كيتوكونازول، هنشوفها جنبنا دلوقتي. احيانا بنستعمل كورتيزونات خفيفه، يعني دهانات طبعا، يعني مش عن طريق الفم، لا دهانات برضو بنستعمل كريمات مضاده للفطريات. بس مهمه جدا النقطه اللي احنا بنتكلم عنها، لازم الواحد يقوي جهاز المناعه بتاعته. قوي جهاز المناعه بتاعته طبعا لازم اللي هو ينام فتره كويسه مناسبه، والتغذيه الصحيه. المريض في الحاله دي بيكون طبعا حالته النفسيه كده صعبه شويه طبعا، لانه يعني بيكون شكله محرج ما بينه وما بين اصحابه بالقشور والحاجات دي كلها والهرش والحكه والحاجات دي كلها، بيكون معذور. بنحاول نقلل التوتر النفسي والعصبي اللي هو بيكون موجود فيه. التهاب الجلد الدهني ده يا جماعه مرض مزمن لكن مش خطير. بس اهم حاجه في سر نجاح اي مرض في الدنيا ان انت تعرف السبب الحقيقي عند كل مريض. هرمونات يا ترى، ولا غدد دهنيه، ولا مناعه ضعيفه. احنا مش بنعالج الجلد بس، احنا بنعالج الانسان ككل. اشكركم والى اللقاء في فيديو اخر. كان معكم دكتور محمد اليماني، قناه طبيب الاسره.